حادثة والدي الله يرحمه كانت عبارة عن، أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده. توفى، خبر كان عادي زي أي عادي أب يتوفى بمرض من الأمراض. فجأة مرة واحدة بأسبوع جاله المرض ده، اتفاجئنا كلنا لأنه أبويا الله يرحمه كان رياضي جدا. أنا آسف إني بستعيد معاك مواجع على طول يعني. فالمهم يعني بدأنا الحوار على طول. أنا آسف يا سامو إني بستعيد معاك مواجع، بس ده في النهاية ده أبويا ومش هسيب حقي. وبشكر طبعا فخامة الرئيس وكل تموا في الموضوع دلوقتي، لأني أنا فعلا توجهت ليهم بعد ما عملنا التقارير الطبية، لأنها إنه أبويا ما توفاش وفاة طبيعية، أبويا توفى بمرض كانوا اتقتل. معلش سامو، سيب نفسك على طبيعتها. المشاعر ليست تهمة يعني ولا شيئا نخجل منه يعني. أنا آسف بس أعيد معاك المواجع بس عشان اتفضل. بتقول إنه اكتشفت إنه والدك ما ماتش بمرض يعني، إنما مات بإيه؟ كيماوي، اتخذ كيماوي بجرعات غير مناسبة كان بيتقتل منها. وجبت التقارير كلها، وكانت كمان برضو اختي نفس الطريقه مره واحده هما الاثنين. فلحقت اختي انا، لو كانت اختي كانت اخذت جرعه ثانيه كمان كانت ماتت بنفس الوقت. فلما جبت اختي انا هنا كانت بدات القصه من اختي. لا بس كيماوي بياخده ازاي بشكل متعمد عشان يقتله؟ يعني كان بياخد جرعات كيماوي مش مظبوطه. ده اللي عرفناه لما جينا هنا مصر، لما عملت لاختي تحاليل كنت عايز اكمل لها جرعات على اساس بيقولوا لنا عليها من سوريا كانت، لان ابويا عايش في سوريا وكان رافض انه يكون في اي مكان تاني، لان هو ابويا طول عمره عايش في سوريا وانا طول عمري عايش في مصر، بقالي 20 سنه في مصر. هو تشبث بالبقاء في سوريا يعني، طول عمره عايش في سوريا ابويا. فاللي حصل انه كانت معلومات جايه لنا انه جيران لينا بيقولوا لنا ان هو لازم ياخد كيماوي. فجاه مره واحده، وابوي كان رياضي جدا، كان بطل مصارعه ويعني ما فيش حاجه. باسبوع مره واحده سمعنا ان قضاء وقدر، يمكن رب العالمين كاتب له كده يعني. فجاه جت لي اختي كمان بنفس الوقت بالظبط. اختك بنفس يعني مصابه ايضا بالسرطان يعني مره واحده جت. فالمهم لما ابويا توفى الله يرحمه، رحت طبعا عملت الدفن هناك وفتحت عزا وكل حاجه، وفتحت عزا هنا. يمكن الصور اللي احنا شفناها الله يرحمه كانت من العزا هنا. بعد كده جبت اختي انا هنا على طول، ما عندهاش حد، كان اختي هناك غير انا واخويا كنا هنا. اختك كام سنه يا سامو؟ اختي عمرها 33 سنه. فهي عايشه طول عمرها مع ابويا، هي من النوع اللي بتحب ابويا جدا، عايشه مع ابويا غير احنا 5. كل واحد يعني عايش في حياته الطبيعيه. اختي كانت مرتبطه قوي بابويا وابويا مرتبط بيها جدا الله يرحمه. فكانت عايشه طول حياتها مكرسه حياتها تكون مع ابويا. فجت هنا، فروحنا المستشفى بكمل لها الجرعات. فاحد البروفيسورات الدكاتره كتر خيره يعني، فبقول لي دي ما فيهاش حاجه. فقلت له ازاي يعني؟ فقال لي ما فيش حاجه خالص، اختك كويسه جدا والجرعات اللي بتاخدها دي بتموتها. اختك كويسه والجرعات اللي بتاخدها نعم هي اللي بتضعف صحتها وبتموتها ببطء؟ نعم. فدي حقيقه يعني، والدكتور موجود. فقلت له انا طبعا شكيت جدا بالكلام اللي انا بسمعه ده، فاضطريت ان انا اقدم كل الورق اللي فاضطريت اني تاني بأسف لك يا سامو، بس كنت ما احبش نتكلم في ده يا دكتور بالمواضيع اللي يعني تتكلم عن ابويا فيه، بس فكملت كملت اجراءات ابويا الله يرحمه. جبت الورق كله بقى والتحاليل بتاع والدك، لان نفس حاله اختك يعني. طالما ان الدكتور قال لك هنا ان اختك بتاخد جرعات هي اللي بتموتها ببطء، نعم، فشكيت انا فانت قلت ده حصل لوالدك بالظبط. فرحت انا سوريا بسريه تامه، نزلت انا ورحت بقى كل اسماء الدكاتره دي عملت عليها، دفعت فلوس وعملت كل حاجه بمساعده اشخاص اصحابي يعني، لحتى اجيب تقارير كلها. فجبت التقارير كلها وجيت مصر تاني، قعدت 4 ايام في سوريا ورجعت تاني. قال لي الدكتور كل اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. التقارير اول حاجه دي مش مختومه، تقارير المعاينات دي كلها غير طبيعيه. حتى لو كانت سوريا في حاله حرب دلوقتي، بس ما تطلعش العينات الكيماوي دي غير باختام كيميائيه. يعني انا عندي حالات سوريا برضو جايه من سوريا. شكيت اكتر طبعا. طبعا اخدت الكيس كلها دي ونزلت مره تانية على سوريا وقدمت بلاغ كامل للجهات المختصه هناك،
بلاغ بتقول فيه ان والدك لم يمت ميتة نعم. طبيعية. نعم. وانما قتل نعم. بالاستخدام الخاطئ للكيماوي بهذا الشكل. نعم. وقدمت فيها اسماء ناس كتيرة اتهمتهم انا بالكلام ده كله. ناس منهم كانوا جيران اللي ابويا كان مؤجرهم، وواحد هرب راح على المانيا. اتهمتهم كلهم بالاسماء وقدمتهم. جيران وفيهم اطباء. ابويا كان يعني بيعطف عليهم. دول من الناس اللي كانوا هم اللي بيقولوا ان هم رايحين ليهم، وانا اتهمتهم اول الناس. دول هربانين دلوقتي، هربوا كمان مش موجودين دلوقتي. بعدين واحد تاني اسمه غسان كمان، انا بقول الاسم اهو لان انا مش هسيبك باذن الله، وحق ابويا مش هسيبه. بيقولوا انه هرب، بس انا مش هسيبه باذن الله يا استاذ وائل، لانه انا عارف العداله يوم الحق دايما بيجي، وده حق ابويا. واي واحد هيكون في موقفي انا مش هرتاح الا لما يجي لي حق ابويا، لانه انا ده ابويا، وابويا ده غالي عندي. وابويا لولا ابويا ما كنتش انا في الدنيا دي. اتعلمت حاجات كتيره قوي منه. ف ما لقيتش حل حصل. جابوا عملوا معاها تحقيق للناس اللي مسكوهم اول ما حصلت القصه، وما حصلش حاجه. فانا ما كنتش سعيد في الرد ده، لاني انا اي واحد يفقد والده دي حاجه كبيره قوي عند اي انسان.